نروح المغرب، بغينا نروح المغرب، نروح المغرب، ياخذوا عنا ومن بعد يقتلوا اولادنا هنا. ندافعوا عنهم يقتلوا اولادنا هنا بنبالغ. كافي خويا. إن هناك احتجاجات، هناك يعني اشتباكات، وهناك محاولة يعني امتعاض كبير داخل المخيمات. تم إطلاق استعمال الرصاص الحي. المنطقة هذه ضد الصحراويين. أنا راني نقول لكم، أنا أفرق جيدا بين العناصر تاع البوليساريو وبين المحتجزين أو اللاجئين. ناس أبرياء لا ذنب لهم فيما يحدث. تم استعمال الرصاص الحي مع هؤلاء لأنهم خرجوا دون ترخيص. إلى حد الساعة كاين ضحية وواحد آخر في حالة حرجة وعدة مصابين. مستشفى الجهوي المختلط السي الحواس بتندوف استقبل 9 حالات، 9 مصابين، ولكن البقية لم يتجهوا أصلا إلى المستشفى في تندوف لأنه مبحوث عليهم من طرف الدرك الجزائري ومن طرف الجيش الجزائري ومن طرف البوليساريو. إنه هذو المحتجزين لا يحق لهم التحرك دون ترخيص، لا يحق لهم الخروج من المناطق المحددة ومن المخيمات دون ترخيص. وهذه تعطيك صورة على الوضع الكارثي لهؤلاء